دخلتي في ازمه وتعديتي على ولادك ودخلتي عائلتك كلها في الدوامه ديال الخراب والدمر والهلاك والعياذ بالله. الدكتور الفايد كيستحمر المتابعين ديالو وكيظن بانه ما عندهم عقول ما فاهمين والو. فالفضيحه السي الفايد ماشي مع المخلوقين بل مع رب المخلوقين اللي غيسولك على الشبهات والضلالات اللي كتنشرها بين ابناء ونساء المسلمين. لا زالت الاحداث تتوالى والحقائق تظهر، وداك الشيء اللي كان مخبي في الكواليس عند الدكتور الفايد كيظهر يوما بعد يوم. طلع السيد الدكتور كيقول بان واحد الشخص من عائلته اللي موجود في الدار البيضاء هو اللي مورا هادشي كلشي اللي وقع عليه. واحد من عائلتي في الدار البيضاء 70% من هذاك السبان والشتم على القناه من عائله الدكتور فايد، ماشي غير نتوما اللي تضررتوا من عائلاتكم، حتى انا تضررت من عائلتي. اشياء خطيره والله، اشياء تجيك الضربه من دمك. كيقولوا المغاربه اللي دارها بيديه في كابس النيه، راه انت مولف على السي محمد الفايد، والغريب انه طلع ولا كيهدد ويتوعد كاع اللي تكلموا فيه بالسجن والحبس والمحاكم والقضاء ووكيل الملك والدرك الملكي. هذه التهمه الخطيره بالوطنيه والله لا يكون بلف المحكمه. انا نتسامح يسبوني انايا، ولكن يشككون في ديني وفي وطنيتي لن اقبله. المهم عندنا محكمه، نلجأ القانون يحكم، إلا حكم عليا أهلا وسهلا، يحكم عليا ما شيء، المهم نلجأ إلى المحكمة. أنا هذا سلاح العاجزين السي الدكتور، فخصك تعرف بأن أول واحد خصنا نحاكموه، لأنك أنت جرأتي على الدين وعلى ثوابت الأمة الإسلامية وعلى المقدسات ديال أكثر من مليار مسلم، وباش يستعطف المتابعين ديالو يبكي تاني عليهم ويشكي، قال لك بأن حتى المتابعين ديالو تعرضوا لأزمات نفسية وتضرروا من التعليقات السلبيه، وصل ببعض النساء انهم طلقوا من الازواج ديالهم بسبب الازمه ديال الدكتور الفايد. نعمات كما كتسمع. والمتابعين الدكتور الفايد تضرروا، كاين اللي تخاصم مع خوه، كاين امراه تخاصمت مع زوجها، كاين اللي تخاصم مع عمو، كاين اللي لماذا هذاك الشيء؟ لماذا؟ لست انا من افرق، هؤلاء هم الذين فرقوا بين افراد الوطن. زعما كاع هاد الناس سداج باش يتبعوك حتى توصلوا لهاد المرحله فاش عايش انت، دخلتي في ازمه وتعديتي على ولادك ودخلتي عائلتك كلها في الدوامه ديال الخراب والدمر والهلاك والعياذ بالله. تصور انه قال لهم الا مات ما يصلي عليا فلان وما يترحم عليا، نسال الله السلامه والعافيه. هذوك التعاليق السلبيه اللي كتقراوها عندكم ثقوا بها. واحد من العائله ديالي في الدار البيضاء راقي، 70% ديال هذاك الشيء اللي كتشوفوه نيجاتيف السلبي كله منه، ماشي غير نتوما اللي تضررتوا مع عائلاتكم، انا تضررت من عائلتي وطلبت منهم اللي متفايد ما يعزيوش. الحق حق. انا ما فهمت هاد الناس هادو اللي مازال متعصبين السي الدكتور الفايد، اش مازال كتسناو؟ واش مازال ما فقتوا؟ واش مازال ما غتفهموا بان هذه عصابه عندها اهداف باش يخربوا الدين ديال المغاربه؟ وهذا ما بين حقيقته الاستاذ معطوي، تصدم من هاد العصابه وبين الخبايا والكواليس ديالها. والله يا السي المعطوي ما كيتامر عليك شي حد، ثق بيا يعني، وانا حافظ كتاب الله، والله واحد ما كيتامر عليك. وهذيك السيده راك تعرفها، وهي اللي قدمتني ليك، وهي اللي قدمت لك رشيد ايلال، وهي اللي قدمت لك السي الحسن ولي زانفيتي هادو ديالك اللي كيدوزوا في القناه. لذلك السي الدكتور فاش شاف القضيه تفضحات والدنيا تقلبت عليه والناس اكتشفوا الحقيقه ديال داكشي اللي كيخطط ليه مع عصابه المشبوهه، مشى كينادي وكيزا وكيطلب مغاربه العالم اجمع ما يصدقوا الشائعات اللي كتقال عليه، وان ديك الهضره كلها كذوب. يعني نحن يعني 4 أشهر حنا كنتعرضوا للسب والشتم. نتمنى من خوتي هادو مغاربه العالم يفهموا يكونوا بعقلهم ويفهموا. اقسم بالله ان الدكتور الفايد كيستحمر المتابعين ديالو وكيظن بانه ما عندهم عقول ما فاهمين والو، كلشي مسجل بالصوت والصوره، راهم شافوا وسمعوا كل سكان الكوكب، وفضيحه ديالك بلغت المشرق والمغرب. ولكن خذوا فقط هذا المثال هذا اللي كيطعن فيه مباشره في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا المهدي المنجرة يعني قيم الرجل، ليس رجل متدين يعني بشكل يعني، لكن قيمه يعني تفوق بكثير يعني قيم الصحابه، تفوق بكثير يعني قيم الصحابه. انا اتكلم عن القيم. وباش يبين لكم بان القصه ديال الفايد راه انتهت والفتنه ديالو راه كملات، ونتمنى حقا من المتابعين ديالو ما يبقى يصدقوا كلامه ويتبعوه، راه عصابه كتشتغل من وراء الكواليس لهدم دين المغاربه. نزيد لكم السيد مباشره ولا مع الجهه الاخرى، هاد ايلال وهاد عاصد راه سبب البلاء في هاد البلاد، واجندتهم مكشوفه ومعروفه للجميع، ونفس الكلام اللي كيردد الفايد حتى هما كيرددوه وكيعاودوه. فالخطر على الإسلام هم شيوخ الإسلام، والأخطر من هؤلاء الشيوخ هو صحيح البخاري. كيف؟
صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله. لماذا هذا الكتاب هو أصح كتاب بعد كتاب الله؟ لماذا هو أصح كتب الدين الإسلامي؟ لماذا وصل إلى هذا؟ نفس كلام الدكتور الفايد، حدوى القدة بالقدة، متفقين على هذا الكلام من تحت الطبلة ووراء الدهاليز وفي الغرف المغلقة، وجاي كيكذبوا على عباد الله وكيتأمروا على خلق الله. ولكن الأخطر فيهم هو الدكتور الفايد اللي داروا فيه الناس خصوصا النساء ثقة عمياء، لأنه كيتكلم في هادشي ديال الكوزينة والمكرة والخضرة والعشوب إلى آخره. لذلك الله عز وجل سيسأله بين يديه على هذه الأمانة التي استرعاها إياه. فالفضيحة السي الفايد ماشي مع المخلوقين بل مع رب المخلوقين اللي غيسولك على هذه الشبهات والضلالات اللي كتنشرها بين أبناء ونساء المسلمين. لذلك إخواني وأخواتي، إياكم أن تأخذوا دينكم إلا من علماء الأمة المعروفين والمشهود لهم بين الناس بالعلم والدين والتقوى والورع، ماشي من أي مجهول الهوية، مجهول الخبايا والأجندة التي يروج لها ويهدف إلى زعزعة عقائد المسلمين. فالله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ماشي أهل التغذية المختصين فيها، فهذا له تخصص وذاك تخصص آخر. كما قال أحد أئمة المسلمين محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. العالم عرفه ابن القيم رحمه الله بتعريف جامع المعنى، فقال: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. هذا العلم، العالم هو الذي يعرف العلم الحق بالدليل، هذا هو العالم. والعلم قد يكون علما يعني واسعا، يعرف الإنسان غالب المسائل وما لا يعرفه عنده قدرة على معرفتها، وهذا ما يسمى بالقوة الحكمية. وقد يكون الإنسان عالم في مسألة واحدة، يأخذ الكتب مثلا يبحث فيها وينظر أدلة العلماء ويصير عالم بها فقط. ومن هذا جاء الحديث: بلغوا عني ولو آية. لكن غالب الوعاظ يأتون بأدلة لازمة لها، أدلة ضعيفة يريدون تقوية الناس في الأمور المطلوبة وتحذيرهم من الأمور المرهوبة، ويتساهلون في باب الترغيب والترهيب. هؤلاء فيهم نفع لا شك، لكن ليسوا مصدرا للإعلام إلا العلم الشرعي، بحيث يعتمد على ما يقولون، إلا إذا قالوا نحن نقول كذا لقوله تعالى أو كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون بحديث صحيح. فمعلوم أن من أتى بعلم مع حجته فهو مقبول. لكن ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه حذر من القراء بلا فقه، والمراد بالفقه أن يكون عند الإنسان حكمة يضع الأشياء مواضعها، وأن يكون عند الإنسان دليل يكون حجة له عند الله عز وجل. وأظنه لا يخفى على الناس، على عامة الناس لا يخفى عليهم العالم من طالب العلم.